فتحت انستجرامك لقيت واحد صاحبك اشترى عربية جديدة، واحد تاني مسافر دولة تانية، واحد تالت بدأ مشروع، واحد رابع اتجوز، واحد جسمه بقى أحسن، وواحد بيشتغل الشغلانة اللي انت بقالك سنين بتحلم تشتغلها، وواحد خامس وسادس وسابع وهكذا. وانت قاعد في مكانك ماسك كوباية الشاي وقاعد بتقلب في الريلز، وفجأة نظرتك لنفسك اتحولت 180 درجة، ونفسك اللي كنت متصالح معاها من كام ثانية بقت أكبر عدو ليك وبتوصفها بالفشلة المتأخرة. ما تيجي نشوف الموضوع ده ماشي ازاي؟ اهلا بيكم. الحقيقه بقى يا صديقي ان محدش قالك انك متاخر ولا حد اتكلم معاك اصلا، انت اللي حضرت عفريتك بنفسك. محدش قالك انك فاشل ومحدش كان حتى بيتكلم عنك، انت بس اللي شفت نتيجه حد تاني واستخدمتها كدليل ضد نفسك. وده شيء غريب جدا فينا على فكره، اننا ممكن ناخد لقطه من حياه شخص تاني ونقارنها بفيلم حياتنا بالكامل. هو منزل صوره واحنا بنشوف ورا الصوره كل مشاكل حياتنا، وكل الحاجات اللي لسه محققناهاش، وكل القرارات اللي ندمانين عليها ان احنا اخدناها. خليني اقول لك على موقف غالبا حصل معاك. ممكن تكون قاعد بالليل مثلا بتقلب في الموبايل بتاعك وتدخل تشوف شخص كده كنت تعرفه زمان، تلاقيه بقى ناجح وشغال وشغلانه كويسه، متجوز واشترى بيت او بدأ مشروع كبير مثلا واموره تمام ومتظبطه. اول احساس بيجي في خيالك مش بيجي مثلا بالضروره انك تفرح له. مش بقول برضو انك هتحسده، يعني ربنا يعافينا، لكن ممكن تبدأ تراجع حياتك انت وتسأل نفسك هو وصل لكده امتى وازاي؟ طب وانا فين؟ انا كان المفروض اكون عملت ايه لحد دلوقتي؟ هو اصغر مني ووصل وانا لسه ما وصلتش ليه؟ وفجأة الموضوع ما يبقاش من الشخص ده اصلا، يتحول لمحاكمة كاملة لنفسك انت. المشكلة ان المقارنة في حد ذاتها مش حاجة غلط. طبيعي جدا ان احنا نقارن، احنا طول عمرنا بنتعلم عن طريق المقارنة. مين افضل؟ ايه اللي ينفعني؟ ايه اللي ممكن اعمله علشان اكون زي الشخص الناجح ده؟ لكن في فرق كبير جدا بين انك تستخدم شخص تاني كمرجع نتعلم منه، وبين ان احنا نستخدمه كحكم على قيمتنا ومسطرة نقيس عليها نسبة فشلنا. لما تشوف حد ناجح تاني وتقول ايه اللي عمله علشان يوصل للمكان او المستوى ده، انت بتتعلم بشكل غير مباشر منه، لانك بتحاول تبني كيانك زيه بشكل صحيح فتوصل للمكان اللي هو وصل له بتوفيق ربنا طبعا. لكن لما تقول هو احسن مني وانا فاشل، انت مش بتتعلم منه اي حاجه كده، انت بس يا دوب بتستخدم نجاحه ده علشان تعاقب نفسك بيه. والاغرب ان المقارنه دي غالبا بتكون ظالمه من الاساس، لانك بتشوف نتيجه الشخص ده ومش بتشوف نتيجه الطريق الطويل اللي قطعه قبل كده. انت يا دوب شايف صاحبك اللي اشترى عربيه، لكن مش شايف كام سنه اشتغل علشان يجيبها. شايف المشروع اللي نجح قدام عينيك، لكن مش شايف المشاريع اللي فشلت قبل كده. شايف جسمه ازاي اتغير وبقى افضل، لكن مش شايف السنين اللي قضاها في التمرين. شايف الثقة، لكن مش شايف الخوف اللي كان عنده أول ما بدأ. ممكن تكون بتقارن بدايتك بمنتصف طريق شخص تاني وانت أصلا مش عارف هو بدأ ازاي. ودي نقطة مهمة جدا، احنا مش بنقارن ظروف بظروف، احنا غالبا بنقارن النتيجة الظاهرة قدام عينينا نتيجة شخص تاني بكل المشاكل غير الظاهرة عندنا احنا. وده مستحيل يطلع منه حكم عادل. السوشيال ميديا بتزود الموضوع اكتر بشكل كبير جدا، لانك مش بتشوف حياة الناس، انت يا دوب بتشوف النسخة اللي هم اختاروا يعرضوها ليك. محدش تقريبا بينزل كل لحظات الضعف والفشل واللحظات الشك والقرارات الغلط اللي اخدوها. انت يا دوب بتشوف احسن 10 دقايق في حياة الناس، وبعدها تقفل الموبايل وتقارنهم بأسوأ 10 دقايق في حياتك انت. وده بيشكل ضغط رهيب عليك وعلى قدراتك وعلى امكانياتك الحالية. وخلينا صراحة مع بعض، الموضوع في الاغلب بيقلب مقارنة بائسة يائسة، بتتحول ليأس وإحباط وفشل من الوصول للصورة اللي قدامك دي. وعلشان كده ممكن تخرج من نص ساعة قضيتها على انستجرام بإحساس إن أنت حياتك واقعة وفاشلة وحياتك كلها خربانة، رغم إن حياتك نفسها ما فيهاش حاجة جديدة حصلت. كل اللي اتغير الصورة اللي أنت شفتها قدامك دي وبتقارنها بوضعك دلوقتي، وأنت ما تعرفش الصورة دي عملت إيه عشان توصل للكادر ده. وفي حاجة تانية بتحصل لما تشوف حد في نفس سنك مثلا حقق حاجة انت لسه بعيد عنها، عقلك ممكن يحول الفرق بينكم ده من فرق في الظروف او التوقيت لحكم على شخصيتك انت. بدل ما تقول هو سبقني في النقطة دي ازاي وليه، تقول انا متأخر. بدل هو عنده مهارة ايه اقدر اتعلمها واوصل، تقول انا مش شاطر، انا بني ادم فاشل. بدل هو بدأ قبلي وخد خطوات مركز فيها، تقول انا ضيعت عمري كله على الفاضي. ودي اخطر مرحله يا صديقي في المقارنه، لانك ما عدتش بتقارن انجاز بانجاز، انت بقيت بتقارن قيمه انسان بانسان تاني. طب نعمل ايه؟ هل المفروض نبطل نقارن نفسنا بالناس خالص؟ لا طبعا، لا، ده برضو غير واقعي. المقارنه جزء طبيعي من عقلنا ومن طريقه تفكيرنا، دي حاجه تقدر تقول كده ان هي لا اراديه زي ضربات قلبنا مثلا. بس احنا ممكن نحاول نغير من الطريقه اللي بنستخدم فيها المقارنه دي. ازاي يا ترى يا صديقي؟ المرة الجاية لما تشوف شخص مثلا عنده حاجة انت نفسك فيها، بدل ما تسأل إيه ليه هو وانا لأ، اسأل نفسك ايه اللي اقدر اعمله علشان اوصل للحاجة دي. او شخص مثلا بدأ مشروع ونجح،
شوف هو عمل ايه، وشوف مثلا النقط اللي فشل بسببها وحاول تتخطاها وتتجنبها. حاول توصل لتسلسل قصته من بدايتها. لو شخص طور نفسه في شغلة مثلا معينة، شوف ايه المهارة اللي عنده وممكن تتعلمها ازاي. لو شخص جسمه احسن منك، بدل ما تستخدم جسمه لإهانة نفسك وإهانة جسمك، شوف عاداته اليومية اللي بيقدر يعملها وحاول تقلده فيها. نفس الشخص ممكن يكون مصدر إلهام ليك، وممكن يكون أداة وسلاح لتعذيب نفسك. الفرق في صياغة السؤال اللي انت بتسأله لنفسك مش أكتر. والأهم إنك تتعلم تقارن نفسك بنفسك، مش بس بالطريقة الساذجة بتاعت أنا لازم أبقى أفضل من نفسي كل يوم. الحياة مش خط مستقيم يا صديقي، في أيام هنتقدم فيها جدا وفي أيام هنتراجع فيها، وفي فترات هنكون مش عارفين نعمل أي حاجة عادي خالص. لكن اسأل نفسك الأسئلة الصح. أنا فين من سنة؟ إيه الحاجة اللي بقيت أعرف أعملها دلوقتي؟ إيه المهارة اللي بقيت أقدر أديها دلوقتي؟ إيه الغلطة اللي أنا ما بقيتش بكررها؟ واسأل نفسك إيه اللي ممكن أقدر أعمله الشهر الجاي مثلا؟ إيه اللي أقدر أنفذه من بكرة؟ وما تخليش فكرة انك متأخر في حاجة يخليك تحكم على حياتك كلها بشكل عام. ممكن تكون متأخر مهنيا لكن بتبني علاقة كويسة مع أهلك. ممكن تكون لسه في بداية طريقك ماديا لكن عندك مهارة قوية هتفتح لك أبواب جاية في الطريق. ممكن تكون مش عارف انت عايز ايه لكن بدأت أخيرا تفهم ايه اللي انت مش عايزه بالظبط. احنا بنميل أكتر اننا نشوف النقص اللي فينا أكتر من الجوانب الصحية. الحياة مش سباق واحد يا صديقي، ومفيش جدول زمني موحد لكل البني آدمين. ولو حاسس نفسك في سبق فاطمن، انت بتجري لوحدك في الطريق ده. انت بتجري لوحدك في حلبة حياتك انت محدش بيسابقك فيها. مش لازم تتخرج في نفس السن، ولا لازم تتجوز في نفس سن صاحبك، ولا لازم تشتري بيت بنفس الجودة، ولا لازم تنجح في نفس الوقت. الناس بتبدأ من أماكن مختلفة وتمشي بسرعات مختلفة وبتواجه ظروف مختلفة. وعشان كده المرة الجاية لما تشوف شخص سبقك في مكان معين أو في جزئية معينة، حاول تفتكر المقولة دي: أنت لا ترى طريقه، أنت ترى مكانه الحالي فقط. وفي نفس الوقت أنت شايف طريقك كله قدام عينيك، شايف أخطائك، شايف تأخيراتك، شايف شكوكك، مخاوفك، كل حاجة أنت عارفها عن نفسك. فبدل ما تضيع وقتك يا صديقي في سؤال أنا فين مقارنة بالناس، اسأل نفسك سؤال مهم: ايه الخطوة اللي هبتدي اخدها من دلوقتي؟ يمكن انت فعلا متأخر في حاجة، عادي. التأخير مش معناه ان الطريق انتهى، وممكن اصلا تكون مش متأخر ولا حاجة، انت بس بتقيس نفسك على مسطرة مش بتاعتك. في النهاية مش مطلوب منك تكسب سباق مع اي حد، المطلوب انك تعرف انت رايح فين وتبدأ تتحرك في الاتجاه ده من دلوقتي. بفكرك وبفكر نفسي، بلاش نعد خطوات الناس وننسى ان احنا رجلينا لسه واقفة مكانها. احنا هناخد بالاسباب والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وسيب كومنت وقول لي تحب نتكلم في ايه المرة الجاية، واشوفكم على خير ان شاء الله.